وزارة الداخلية أكدت أنها ألقت القبض على امبارح يعني يوم الجمعة، والأحداث اللي كانت موجودة ألقت القبض على 85 شخص ممن وصفتهم بمثيري الشغب بعد خروج عدد من مظاهرات جماعة الإخوان امبارح دون الحصول على تصريح أو دون إخطار وزارة الداخلية. شهدت عدد من محافظات الجمهورية امبارح تجمعات محدودة لعناصر جماعة الإخوان قاموا خلالها بإعاقة الحركة المرورية والاشتباك مع الأهالي، وتدخلت على الفور قوات الأمن للفصل ما بينهم وحالت دون استمرار الاشتباكات، وتمكنت من تفريق الجانبين وضبط عدد من مثيري الشغب اللي عددهم زي ما قلت لحضراتكم في البداية وصل إلى 85 شخص. كمان قال بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان في منطقة جسر السويس أسفرت عن إصابة عدد 5 ضباط وعدد 3 مجندين بطلقات خرطوش بالوجه وأماكن متفرقة بالجسم، وضبط عدد 3 أشخاص منهم بحوزتهم بندقية آلية وبندقيتين خرطوش وكمية من الطلقات الخاصة بهما. وأشار بيان الداخلية إلى أن مثيري الشغب أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف تجاه القوات التي تعاملت معهم وفقا للقانون. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبتواصل الأجهزة الأمنية متابعتها للموقف والتعامل مع ما يستجد من أحداث. يمكن حتى اللقطات كانت قدام حضراتكم للأسلحة اللي أشرنا إليها يعني الحرز الموجود، الأسلحة المضبوطة بالأمس. زي ما قلت لحضراتكم دول بندقيتين خرطوش وبندقية آلية والرصاص الخاص بيهم، وزي ما انتم شايفين وش فانديتا اللي موجود اللي طبعا بيلبسوه عشان يخفوا ملامحهم. ودول الاشخاص اللي تم يعني او عدد من الاشخاص اللي تم ضبطهم امبارح، دول 3 اشخاص اللي هم كانوا معاهم الاسلحه دي غير ال 85 اللي اشرنا اليهم منذ قليل. كمان امبارح الحقيقه من جسر السويس واللي حضراتكم شايفينه ده زي ما قلنا دول تم القاء القبض عليهم في جسر السويس والاحداث اللي كانت موجوده هناك.